فضحنا ببريطانيا يا جدعان، فضحنا ببريطانيا يا جدعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر الأحداث لصدارة النادي الأهلي وتوابع زلزال 3-0 على الزمالك. النادي الأهلي متصدر ومتربع على عرش الدوري المصري. الأحداث امبارح إن الزمالك انهزم من المحلة 2-1 والأهلي فاز، وبيراميدز فاز 2-1 وفيوتشر تعادل 1-1. يعني بعض الأحداث اللي حصلت امبارح، بس الحدث الأكبر إن الأهلي دلوقتي فارق عن الزمالك 11 بوينت، وده مشكلة بالنسبة للزمالك والاتحاد الكورة والوزراء اللي هم زملكاوية. هنرجع تاني ونقول كلاتنبرج هم زهقوه، الاتحاد الكرة المصري زهقه. والنهاردة صحيفة صن البريطانية بتتكلم عن الحدث ده، وبتقول إن كلاتنبرج هرب من مسؤول من اتحاد الكرة المصري ومسؤول نادي هناك، نادي في مصر، هدده وأساء سمعته وقال إن كلاتنبرج هرب من زوجته وشغال بالمثلية. وطبعا احنا عارفين مين صاحب المهاترات ديت، وأكيد كلنا عارفين يعني. طبعا الراجل زهق وتعب، والراجل اتكلم في صحيفة صن البريطانية وقال كمان إن الاتحاد الكورة ما بيشتغلش معاه وبيغير الحكام بتاعة المباريات، وخصوصا حكام النادي الأهلي، مباريات النادي الأهلي بيغير من غير ما يشوروا. طبعا احنا عارفين ان اتحاد الكرة المصري بيحاول يتدخل في اللعبة لصالح نادي معين، ودي مشكلة. الدليل على الكلام ده ان توجهات الاتحاد الكرة المصري والدولة لشيء معين، واحد زي مرتضى منصور بيحاول يسيء للعيبة وللنادي والمنتخب مصر وللعبة كلها، والراجل ده لسه بيتمتع بحرية كاملة وقاعد يدخل في برنامج طبعا على قناة الزمالك، قاعد يسيء لده ويسيء لده ويسيء لده، ومفيش أي مسؤول يصده ولا أي حد قادر عليه. عموما يعني لو هي دولة مرتضى ودولة الزمالك، احنا واخدين خطى ثابتة وربنا معانا، وإن شاء الله إن شاء الله بيبان النصر لنا وحلفنا والحمد لله. طبعا هو قاعد يتكلم إن اللاعيبة بتحشش ومخدرة وكلام من ده، ده ما يشغلناش. إنما الراجل بيتكلم إن اللعبة متجهة لنحو فرقة معينة، وبيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يتدخلوا لفوز الزمالك دايما، ويتدخلوا لعرقلة النادي الأهلي. والراجل قال هيفضحهم لو ما أخدوش كل فلوسهم له كثير. عموما بعيد عن كلاتنبرج، في حاجة تانية، إن في شركة إيطالية بتتابع حمدي فتحي بشكل جيد جدا، وعموما بتجمع جميع فيديوهاته، وعلى الصيف المقبل إن شاء الله بيحاولوا يسوقوه لأكبر أندية إيطاليا وأكبر أندية في أوروبا، ومعجبين بحمدي فتحي جدا. وده هتكون خسارة كبيرة جدا للنادي الأهلي، وهيكون مكسب عظيم لحمدي فتحي أولا، ثم منتخب مصر. فتحي لاعب جيد جدا ولاعب ممتاز ولاعب طور من نفسه، وإن شاء الله نشوفه في أحسن الأندية في أوروبا ويبقى مثال تاني زي محمد صلاح. مرتضى منصور حاليا بيتكلم بطريقة فظيعة، عاوز إن لجنة المنشطات تاخد عينة من كهربا ومن هاني، ومتعجب إن مستوى هاني حاليا بالمنظر ده، وبيقول لك ده كان لعيب جماهير النادي الأهلي بتسأله وبتشتمه إزاي يكون بالمنظر ده. طبعا هو متغاظ ومتبهدل ومش لاقي حجة، ودايما قاعد يخبط في كل شيء، وخصوصا لما إدارة النادي الأهلي رفعت فيه 3 شكاوى. عموما المنشطات هو اللي فضح لاعيبته، هو اللي اتكلم عليهم، ومن ساعة ما هم اتعرف ان عندهم بياخدوا منشطات وبياخدوا حبوب وتخسيس وحاجات، وهو للأسف من أول يناير لم يفز بأي مباراة، بل بالعكس كمان من 5 مباريات بدل ما يجيب 15 بوينت جاب نقطتين فقط لا غير، تعادل مع الاتحاد السكندري وتعادل مع الداخلية. أنا أقدر أقول إن حدث تاريخي. الأهلي ما زال بيسيطر على الأرقام القياسية. الأهلي إلى الآن من 2003 إلى 2023 لم يفز الزمالك على الأهلي في الدور الأول بقاله 20 سنة. يعني احنا بقالنا 20 سنة الزمالك ما فازش علينا في الدور الأول. تخيلوا إن في خصم لم يفز على غريمه التقليدي ومنافسه الوحيد
في أهم بطولة وهي بطولة الدوري من 20 سنة في الدور الأول، رقم قياسي جديد وخطير. من هواة الأرقام، الأهلي الآن في المركز 17 في تصنيف الفيفا، يتخطى برشلونة الأسباني واليوفنتوس الإيطالي وإنتر ميلان الإيطالي. مرتبة عالية للأهلي ويفرحنا دايما بإنجازاته. كولر يتصدر صحف الفيفا اليوم في التصويت الجماهيري. طبعا الفيفا عملت تصويت لمدربين للمنطقة العربية، أو بمعنى صح اللي هيشاركوا في كأس العالم للأندية وبيدربوا في المنطقة العربية. فجابوا دياز مدرب الهلال، ومهدي مدرب الوداد، وكولر مدرب النادي الأهلي. طبعا التصويت فتح بس في خلال ساعة تخطى جماهير النادي الأهلي 88%، وإحنا لسه في بداية التصويت. يعني طبعا لما الأهلاوية يخشوا كمان هيعدي ممكن 96 ولا 95%. آخر الأخبار، أسيبكم تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.